قبل ما نبدأ قصتنا الجميلة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي احنا هنعملها مخصوص عشانكم. يلا بينا يا أطفال نسمع قصة جديدة وممتعة ونتعلم منها درس جديد في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في أرنب صغير اسمه رومي، وكان معروف بسرعته الفظيعة لدرجة إن كل الحيوانات في المزرعة كانوا بيقولوا إن هو أسرع أرنب في المكان. بس كان عنده مشكلة، دايما شايف إنه أحسن من غيره، ودايما بيعاير السلحفة نورة لأنها بطيئة. وفي يوم من الأيام رومي كان قاعد تحت شجرة ولقى نورة ماشية جنب منه، فضحك وقال لها انتي بتاخدي وقت طويل قوي عشان تمشي خطوتين، لو جرينا سوا ممكن تفضلي ماشية يومين ورا بعض وانا اوصل قبلك في دقايق. نورة بصت له بابتسامة هادية وقالت له: وانت فاكر السرعة هي اللي بتكسب السباق؟ رومي رد بثقة: طبعا، اهم حاجة السرعة، ما ينفعش حد بطيء زيك يسبقني في حاجة. نورة فكرت شوية وقالت: طب ايه رأيك نعمل سباق، واللي يوصل الأول للشجرة الكبيرة اللي عند البحيرة هو الفايز؟ رومي قعد يضحك واستهزأ بيها وقال لها: سباق بيني وبينك دي سهلة جدا، يلا بينا نبدأ حالا. تعالوا نكمل قصتنا الجميلة ونشوف هيحصل ايه. ولما بدأ السباق يا أصدقائي، رومي جري بسرعة رهيبة وسبق نورة في لحظات، وفضل يجري لحد ما بعد عنها تماما، وبعدين وقف وقال: أنا بعيد جدا عنها، حتى لو وقفت استريح شوية هنا مش هتعرف تلحقني. وشاف شجرة تفاح جنب الطريق وقرر يقعد تحتها شوية، وقال لنفسه: هاكل التفاحة دي وبعدين أبقى أكمل سباق، وكده كده أنا هكسب بسهولة. وأكل التفاحة يا أصدقائي، وبعدين حس إن هو تعبان شوية فنام تحت الشجرة، وهو واثق إن نورة لسه بعيدة ومش هتقدر إن هي تلحقه. أما نورة يا أصدقائي كانت ماشية واحدة واحدة وما وقفتش لحظة، ورغم إنها بطيئة إلا إنها فضلت مستمرة خطوة ورا خطوة لحد ما عدت من جنب رومي وهو كان نايم، وكملت طريقها. بعد وقت طويل رومي صحي من النوم وقال: يلا بقى أما أروح أكسب السباق ده. وجري بسرعة يا أصدقائي، لكنه اتفاجئ لما وصل للشجرة الكبيرة اللي عند البحيرة، لقى نورة هناك ومستنياه، ووقف مبهور وقال لها: إيه ده؟ إزاي ده حصل؟ انتي إزاي وصلتي هنا قبلي؟ نورة ضحكت وقالت بهدوء: أنا قلتلك يا رومي، السرعة مش كل حاجة، اللي بيمشي بخطوات ثابتة وبصبر هو اللي بيوصل الأول. ورومي اتكسف جدا من نفسه وحس إن هو كان مغرور، فبص لنورة وقال لها: فعلا أنا كنت فاكر إن السرعة كفاية، لكن طلع الصبر والإصرار أهم من أي حاجة. ومن ساعتها يا أصدقائي رومي ما بقاش مغرور، وبقى يسمع الكلام بدل ما يستهزأ بالناس، وعرف إن مش مهم تبقى سريع، المهم إنك تكمل لحد ما توصل للهدف اللي انت عايزه. اكتب لنا في التعليقات ايه الصفة اللي رومي كان مشهور بيها، ومين كان الأذكى في القصة بتاعتنا. واكتب لنا في التعليقات ايه أحسن قصة سمعتها في القناة وتعلمت منها ايه. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة اوعى تكون نسيت تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها عشانك. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة تعالوا معايا نسمع قصص أكتر في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا.